رمضان السنة دي مختلف وجديد، والجديد اللي فيه اننا مش بس هنشوف نجومنا اللي بنستنى اعمالهم من السنة للسنة، لا كمان السنة دي هيكون في شكل جديد من المنافسة، وهي اننا هنشوف نجوم لأول مرة بيخوضوا تجربة البطولة المطلقة في دراما رمضان. أول النجوم دول هو أحمد العوضي، اللي بعد ما شفنا نجاحه مع ياسمين عبد العزيز السنين اللي فاتت سواء من خلال مسلسل ضرب نار ومسلسل اللي ملوش كبير، فالسنة دي قرر انه قبل الانفصال الشخصي انه ينفصل فنيا عنها ويقدم اول بطولة مطلقة في الدراما لوحده من خلال مسلسل حق عرب. العوضي بيقدم شخصية عرب السويركي خبير البشع اللي بيحب دينا فؤاد وبيتهم في جريمة قتل في الحلقات الاولى، وواضح كده ان المسلسل هيكون مليان جرعة كبيرة من الدراما والاكشن. اسي وإذا راح احساسي راح اسيبه يأسي راح ابكي يعني. تاني نجمة بتخوض تجربة البطولة المطلقة في دراما رمضان السنة دي هي مي عمر، اللي قررت تقدم مسلسل نعمة الأفوكاتو من 15 حلقة بس. مي بتجسد فيه شخصية نعمة سعيد أبو علب اللي بتتعرض لمحاولة قتل على إيد طليقها أحمد زاهر، ومي في المسلسل ده زودت من وزنها مخصوص بناء على طلب محمد سامي عشان تظهر الشخصية طبيعية زي اللي بنشوفها في الواقع، الست اللي مش مهتمة بنفسها ولا برشاقتها. الحقيقة دي واحدة من أكتر الحاجات اللي بيركز وبيهتم بيها سامي في أي عمل بيخرجه، وهي إن المسلسل يكون قريب من الناس. هم 10 ثواني بيعدوا عليك قبل ما تموت. ونروح لدياب اللي بيقدم مسلسل مليحة، اللي بتدور أحداثه عن أسرة فلسطينية بتحاول العودة لغزة عن طريق مصر. بتواجه العديد من الصعوبات وبيتم تصوير المسلسل بين مصر وفلسطين والأردن، والحقيقة إن هي خطوة مهمة وجريئة من دياب إنه يحاول ينقل الوضع في فلسطين من خلال الدراما. ومن دياب لصبا مبارك اللي بتنافس لأول مرة بمسلسل من بطولتها في رمضان 2024 بعنوان لحظة غضب. المسلسل هيكون 15 حلقة وبيشارك فيه محمد شاهين، والعمل هيكون من إخراج عبد العزيز النجار. أما بقى حمدي المرغني وكريم عفيفي فبيخوضوا سوا أول بطولة ليهم من خلال مسلسل للأذكياء فقط. المسلسل بيكون كوميدي وبيقدموا فيه شخصيات 2 طلاب في الجامعة بيعملوا مشروع تخرج عبارة عن بحث بيناقشوا فيه علاج لمرض نادر. ونروح لثنائي تاني بيخوض لأول مرة في رمضان تجربة البطولة المطلقة، وهم أحمد داش وعصام عمر من خلال مسلسل مسار إجباري اللي بتدور قصته في شكل درامي وبيكتشفوا خلال الأحداث إنهم إخوات. هنشوف صراع قوي بين بسمة وصابرين اللي طالعين درتين متجوزين محمود البزاوي. ده كبر ولا ايه؟ ابوك شكله كان خطر عادي. ثنائي تاني ولكن نسائي في البطولة المطلقة السنة دي هم ليلى زاهر وسلمى ابو ضيف، اللي هيقدموا سوا مسلسل أعلى نسبة مشاهدة. سلمى بتقدم ضمن الأحداث شخصية تيك توكر وهتكشف عن عدد من القضايا المهمة منها الوكالات الإعلانية المشبوهة. أما ليلى فبتقدم شخصية طالبة بتعمل مشاكل كتير بين أصدقائها في المدرسة. يا ترى مين اللي هيثبت جدارته في تجربة البطولة المطلقة في رمضان 2024؟ المنافسة شرسة وبدأت مع طرح البروموهات، بس في الآخر الجمهور اللي هيحكم والمسلسل الحلو هيفرض نفسه.